صدق وآمن بالله أن هذا الفيديو سوف يترك في قلبك أثرا لن تنساه. صديقي المقرب أسلم وهو بالفن، فقلت له حدا بيترك النور وبيروح على الظلام؟ قال لي أي ظلام يا جورج؟ قلت له ظلام الإسلام. قال لي أنت بحثت شفت؟ قلت له معروف انه دين الاسلام شو هو؟ دين قتل وارهاب وسيف والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي محمد قتل الناس ودخلهم بالاسلام بالسيف. هيدا اللي بيزرعوا لنا اياه، بيعوا لنا انه النبي محمد عليه الصلاه والسلام دخل الناس بالاسلام بالسيف. فقال لي انت بحثت شيء يا جورج قبل ما تتكلم؟ قلت له انا لا ما بحثت، يعني انت بتعرف احنا بالفن ولكن هيدا اللي بنعرفه. ليش انت ما بتعرف هيدا الشيء؟ قال لي بلا كنت اعرف هيدا الشيء وكنت بعتقد هيدا الشيء، بس لما بحثت بين لي كله انطق وكله غسيل دماغ إلنا يا جورج. فكنت متيقن انه رح يرجع معي، ولكن سبحان الله لما صار يتبين لي الحق. وبرجع بقول لك يقول تبارك وتعالى وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. وسبحانه وتعالى يقول جل جلاله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، في حاجز بينك وبين قلبك. إذا رب العالمين تبارك وتعالى نظر إلى قلبك وما شاف فيك خير ما بيهديك لهالدين العظيم، بس لما ينظر لقلبك ويلاقي فيك خير بيشيل هالحاجز بينك وبين قلبك، فيدخل الإيمان فينشرح صدرك للإسلام.